الكلمة الآن للسيد خالد تيكوكين باسم فريق العدالة والتنمية. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه واليوم يبعثون. سيد رئيس الحكومه المحترم، الساده الوزراء المحترمون، اخواني اخواتي النواب، بدايه لا بد ان نجدد الرحمات على شهداء ابار الموت في جراده، ونقول العار كل العار لتجار المآسي، تجار الذين تنتعش ارصدتهم البنكيه على جراح الفقراء في هذا الوطن. حقيقة وأنا على هذه المنصة سيدي الرئيس يصعب أن أجد كلمات المتسامحة وأنا أتحدث عن سياق يتسم بالقساوة. حينما نتجه إلى الجبل يقل كل شيء، تقل التنمية، يقل احترام الإنسان، تقل الكرامة، حتى الأكسجين يقل سيد الرئيس. أرفض اليوم فقط منسوب الصبر والصدق يزداد، فهل نعرف لصبر الصابرين قدرا؟ أرفض اليوم عذرا سيد الرئيس، أرفض أن أختزل الأمر في برد وحطب وسكر وزيت. أرفض اليوم وأنا أسكن الجبل، أنا كان مسكن في ارتفاع ديال 2000 متر عن سطح البحر، وكثيرون معي يعانون نفس السياق. أرفض أن أحمل المسؤولية قساوة حياتنا لفصل الشتاء اللي هو فصل ديال الغيث والمطر والثلج والجمال. المسؤولية يتحملها وطن أهاننا وأهملنا لعقود طويلة، وما زال الآن يظلمنا عبر برامج هي في التدبير هي برامج جيدة، ولكن تخترقها السياسة طولا وعرضا. وأستغل الفرصة لأناشدكم سيد الرئيس، وأناشد من خلالكم جميع الوزراء، وأطلبهم وأتوسلهم خصوصا وزير الداخلية، أرجوكم كفى تسييسا للتنمية في العوالم القروية، كفى تسييسا، لأن جروحنا غائرة، جروح ديالنا غائرة ولا تحتمل التأجيل. كفى تسييسا للتنمية في العوالم القروية، لأنه هناك جيل جديد يرفض أن يعيش على هامش الوطن، يرفض أن يرتدي قميص المتسول في علاقته مع بلده. أرجوكم كفى تسييسا للتنمية في العوالم القروية، لأنه بدينا كنربي واحد الجيل خطير على الوطن، يطرح الأسئلة الخاطئة في السياق الخاطئ. كيفاش غادي نشرحوا أنه شباب في العالم القروي الآن كيقولوا اش غنستافد من إفريقيا، في حين أن إفريقيا هي المستقبل والحكمة أن نتجه إلى إفريقيا؟ كيفاش غادي نفهموا احنا أن شباب الآن في العالم القروي كيقول لك ما بقاش عندي الجهد من كثرة آلامي وأحزاني باش أنني نتضامن مع القضايا ديال الأمة والمقدسات ديالها؟ من يدفع بشبابنا ليطرح هذه الأسئلة المشوهة؟ أقول لكم أن الوقت قد آن أننا نكون في مستوى المسؤولية، لأن الوقت يداهمنا. فيما يتعلق بنا نحن كنواب، أقول أن الوقت قد آن، ونحن مساءلون وسنساءل في المستقبل، والأوطان أمانة. يجب إخراج قانون الجبل إلى الوجود، يجب أو وكالة تنمية المناطق الجبلية